السلام عليكم. يعني كل يتكلموا عليه، يعني حدث واحد، خبر واحد المصلي طلعت قطه فوق منه لان شمت ريحه الدجاج. وسمعوا واحد الهبيل ديال الهبال ديال الدكتور محمد الفايد. ما تدخلش في الجحر ديالك، باقي خارج. الدعوة ديالك ديال مسيلمة الكذاب. الله سبحانه وتعالى ما ييسر لك شيء، والله تبارك وتعالى سيأخذك أخذ عزيز مقتدر. غير صبر. علاش انت كتقول هذا الكلام؟ لأنك انت واحد الإنسان ما ذقت حلاوة الإيمان ولا تدبرت القرآن الكريم. لو تدبرت القرآن الكريم واستمعت إلى حسن القراءة التي كان يقرأ بها الشيخ وليد همساس. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والله لا لان القلب ديالك إلى الله تبارك وتعالى، ولا رجعت عن غيك الذي أنت الآن فيه. واحد المصلي طلعت القطه فوق كتافه شناها صافي كفى. غارق في الضلال، وغارق في الجهل، وغارق في الكفر، وباقي خارج الشريف. نقول لك واحد الكلمة، هذاك المقطع هذاك وصل للصين، وصل لليابان، وصل لأمريكا. راه قنوات فضائية قد السخط في الصين وفي أمريكا تتكلم عن هذا الحادث باش تفهم. وانت واحد الانسان ما واعيش، انت واحد الانسان جاهل، انت واحد الانسان جاهل بشرع الله. وانفضحت في الدولة المغربية، والآن سنفضحك في الدولة الجزائرية، والإخوان الجزائريين سيسمعون إلى هذا الكلام. طلعت قطه فوق منه لان شمت ريحه الدجاج في فمه كافه صح، ما نعملوش منها قيامه. الذين كانوا يعني يأخذون واحد النظرة عليك أنك دكتور وكتعطي النصائح. الآن والو، ما بقاو يقبلوا منك لا نصائح ولا حتى حاجة. كل شيء ديالك الآن أصبح كأن شيء لم يكن. قلت لك أنك لم تذق حلاوة الإيمان، ولو استمعت إلى القرآن الكريم وخشع القلب ديالك لكفك هذا عن هذا الكلام. كان يكفيك عن أن تخرج وتتكلم بهذا الكلام، ولكنك واحد الإنسان مارق من الدين، تمرق من الدين يوميا كما يمرق السهم من الرمية. الله يهديك. أينما كندعيو معك كنقول لك الله يهديك، كنبينوا لك، بينا لك تبيانا، ولكنك أبيت إلا الطغيان وأبيت إلا الضلال، إلا أنت غرق في ضلالك فقط. يعني لا تحب أن تستبصر. أنت ما أثر فيك حتى كلام الله الذي كان يتلوه الشيخ وليد همساس جزاه الله خيرا. يعني شوفوا الإخوان على قراءة ما شاء الله، ويتلو كتاب الله، مع ذلك لم يؤثر فيه ويخرج يقول هذا الكلام. ولم يفهم بأن الحدث ديال الهرة مع الشيخ، هذا الحدث فيه حكم. تعالوا بنا الإخوان نشوفوا مواقع التواصل الآن تهتز بالمنشورات عن حب القطط، وأنهم ينشرون منشورات. الآن كاين هاشتاج في الفيسبوك في جميع المواقع، الكل ينشر صور القطط ويقول رفقا بالحيوانات، أطعموا الحيوانات، اعتنوا بالحيوانات. لربما هذه الحيوانات مسكينة كانت مهملة، مريضة، لم تجد من
يشتري لها دواء أو من يذهب بها إلى الطبيب أو من الآن بسبب هذه الهرة وهذه لو كانت فقط لهذه الحكمة لكفت. لو كان هذا الحدث فقط لهذه الحكمة والله كنقول أنا لكفت. لو كان هذا الحدث فقط جعله الله تبارك وتعالى ليبلغ به رسالة الحيوانات إلى الإنسان والله لكفى. ولكنك يا الدكتور محمد الفايد صم بكم عمي فهم لا يرجعون. انت واحد الإنسان صافي، انت تعتقد بأنك يا مسيلم الكذاب بهذه الخرجات ديالك الناس مهولة فيك أو الناس مشطونة معك بالة معك. الناس بالة مع الله سبحانه وتعالى، المساجد ممتلئة بالمصلين من السن 5 سنوات 3 سنوات، طفل عنده 2 إلى 80 سنة. المساجد الله تبارك وتعالى مملوءة بالمصلين بالعباد بالزهاد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. وانت مقابل عباد الله ديالك انت مسيلم الكذاب فقط. انت تبين الكفر ديالك في العالم بانك واحد الانسان تدعو الى الكفر، تدعو الى الكفر بالله. تحدثنا عن الصناعه والابتكارات وعن كذا، واصنع انت شي حاجه. ياك قلت بلسانك انك من التسعينات وانت كاتب 1000 رساله وتخفي وكنت تخفيها يعني وتستعمل التقية خوفا من أن يذهب بك إلى السجن. هل صنعت شيء؟ 23 سنة الآن دازت من التسعينات الآن. هل صنعت شيء؟ هل ابتكرت شيء؟ هل فعلت شيء؟ أنت ما أطعت الله ولا ابتكرت في الدنيا شي حاجة. ما أعطيتنا والو، أعطيتنا تدليسات والجهل. لقد أفشيت الجهل في بلاد المسلمين وحتى حاجة ديالك ما هي هذيك. لا طب الآن ولا تحسن حتى الكلام في الطب. والله العظيم أنت طبيب التغذية والله ما كتفهم شي حاجة. ما عندكش يا صاحبي، ما عندكش. أحيانا كيخرج لك في القناة ديالو يتكلم باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. أنا عندي النصف من الأصدقاء ديالي الشباب يتكلمون 5 لغات و3 لغات، ومنهم اللي كيتكلم الفرنسية والإنجليزية والإسبانية وحتى الألمانية. شنو؟ عادي، تعلم الأشياء خير من جهلها. وقد يكون واحد مثلا عنده 5 لغات ولكنه لا يظهر لك بأنه عنده 5 لغات. الحمد لله الشباب قارين عندنا، وعندنا الشباب مبتكرين ويذهبون بهم كيديوهم لما كيعرفوا شي نابغة عندنا في المغرب أو في الجزائر أو عند جميع المسلمين بالهيمنة والسيطرة والخداع يذهبون به يديوه. انت عارف هذه القضية، ولكنك واحد الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله تطعن في العلماء، علماء الشريعة. والآن وصل بك الزندقة، وصلت بك الزندقة إلى أن تطعن الآن في السلف الصالح وباقي شي واحد غادي تشوف فيك انت واحد الإنسان نكرة. الآن والله أصبحت نكرة في بلاد المسلمين. لا يعرفك أحد ولا يلتفت إليك أحد، لأنك على الإنسان جاهل ما فهم والو حتى حاجة. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق.